بص، هو انت لو بتفتح التيك توك ومش متابع الناس دي فانت بتعمل ايه؟ اقسم بالله انت فايتك كتير قوي. اول شخص معانا وهو طارق النمر. الشخص ده يا جماعة جميل جدا جدا جدا، وبأمانة ربنا يبارك له. بيطلع يديك المعلومة دايركت كده ويديلك الدليل معاها، علشان لو انت شاكك او حاجة لا الدليل او الحديث بيبقى ظاهر كده على الشاشة. مش هتكلم كتير عليه، كل اللي هقوله لك ادخل خد لك لفة في صفحته وهتدعيلي. تاني شخص معانا هو غالي. هو الشخص اسمه يوسف علي فاروق، بس الصفحة بتاعته اسمها غالي. هو حد جميل جدا وتحسه صاحبك كده او حد قريب منك بينصحك، فاهم؟ ادخل برضه خد لك لفة في صفحته وهتدعيلي. يوسف القط هو ممثل وراوي قصص. هو حد جميل جدا ويوصل لك المعلومة بهزار وضحك. ده غير كمان انه طالع بشخصية عوضين. عوضين ده يا جماعة قصة لوحده. انا كم مرة اقول لك ما تقراش في الصلاة بصوت عالي؟ هو لازم اقول لك يعني ان عورتك بتبان وانت بتسجد؟ اعترف وقول انك كنت تافه. انت هتجنني؟ تحب اعدلك الاغلاط اللي بجرايتك؟ انا اول مرة اشوفك بتقول كلام احترمك عليه. ايه يا عوضين؟ هنقص بالمونتاج هنقص بالمونتاج. برج الكلب. عبده السيد. الشخص ده يا جماعة فيديوهاته قليلة بس جميلة جدا جدا، وكمان كان عامل سلسلة عن الإعجاز العلمي في القرآن. بص بهدل فيها الملحدين هلهلهم كده. بصوا يا جماعة، الشخص ده هو اللي كان السبب بعد ربنا عز وجل إن أنا أحب المنشاوي وأتعلق بيه وأدور عليه وأرجع أسمعه تاني. أنا ما عرفتش المنشاوي غير بسبب الشخص ده. اللي بيحب المنشاوي يجمع. ذلك الكتاب لا ريب، لا ريب فيه. يعني مش بس مفهوش خطأ، لا ده مفهوش شك اساسا. انت مش بتسمع المنشاوي، مش بتسمع عبد الباسط، انت بتسمع قرآن من المنشاوي. اوعى تنسى كده. بص على المنشاوي وهو متضايق على اهل النار، متضايق عليهم، بيلومهم، بيعاتبهم. ورجل قلبه معلق بالمساجد. ما كنتش فاهم التشبيه ده بس دلوقتي فهمته الحمد لله. عشان كده هو وقع عليه اختياري، عشان دي اهم حاجة وانت بتسمع القرآن. محمد سامح. بصوا يا جماعة، الشخص ده مصمم بس بأمانة بيتعب على فيديوهاته جدا وبيمنتجها بطريقة كده تخليك حابب تكمل الفيديو، فاهم؟ واللي عاجبني فيه اكتر انه بيختار الفيديوهات اللي يتعب عليها. فيديوهاته كلها دينية ومفيدة جدا، فانصحك ان انت تدخل عنده على الصفحة تاخد لك لفة كده وصدقني مش هتندم. عبد الرحمن يحيى. شخص جميل جدا، محتواه ديني، بيختصر في الفيديوهات بتاعته وطالع يديك المعلومة على طول كده، مش اللي هو بيحشي اي حاجة. عبد الرحمن يحيى يعني زيد النبي كمان صلاة، وزيد النبي كمان صلاة، وزيد النبي كمان صلاة، وزيد النبي كمان صلاة. استنى بس افكرك بكلام او تذكير قلته من سنة وجاي اذكر بيه نفسي واذكرك تاني. انت اكيد بتهزر. انت بتشد اللحاف وبتخش تنام على طول كده؟ عادي، ما كله بيعمل كده. يعني انت ما تعرفش؟ ما اعرفش. وانت كمان ما تعرفش؟ ده انا اقول لكم بقى. وزيد النبي كمان صلاة صلى الله عليه وسلم. المصمم ميدو. بس الصفحة اللي قدامكم دي، لان في كم مصمم تاني اسمهم ميدو برضو. لا انا قصدي على الصفحة اللي قدامكم دي. هو بيصمم حاجات دينية جميلة جدا وفيديوهات كتير جدا للشيخ سمير مصطفى وحاجات تانية كتير جدا هتعجبكم. فانصحك ان انت تدخل عنده على الصفحة تاخد لك لفة كده في الفيديوهات بتاعته وصدقني هتدعيلي. اخر واحد معانا ابراهيم محمد. بصوا يا جماعة، هي مسألة القبول وعدمه دي من عند ربنا عز وجل، بس انا اضمن لك انك لو سمعت فيديو واحد للشخص ده هتحبه. ما تسألنيش ازاي، هتحبه. محتوى كله ديني وعن النبي صلى الله عليه وسلم. اسلوبه هادي، طريقة تقديمه جميلة جدا تخليك حابب تكمل معاه وتسمعه للآخر، وبيتعب على فيديوهاته جامد جدا. ده غير كمان انه صوته حلو جدا في قراءة القرآن. أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا أفمن زين له سوء عمله فرآه حسنا فإن الله يضل من يشاء ويهدي من يشاء فلا تذهب نفسك عليهم حسرات إن الله عليم بما يصنعون.
وطبعا مش محتاجين ان انا اقول لكم ان الشخص ده لازم تدخلوا تعملوا له متابعة دلوقتي حالا، لانه عن تجربة هيفيدكم جدا.